في بعض العلاقات، سواء العلاقات بين المتجوزين او الاصحاب، تلاقي ان في طرف بيدي وبيضحي وبيجي على نفسه زياده، وفي الاخر في المقابل بيلاقي خيانه، بيبيعه، بيستندل معاه. بتبقى صدمه كبيره. تبقى واحده متجوزه وعملت كل حاجه عشان خاطر جوزها، عشان توقفه مثلا وينجح، ووقفت معاه في مرضه وغيره وغيره، ويعني ونسيت نفسها، وفي الاخر يعرف عليها واحده، يتجوز عليها واحده ولا يخونها. تبقى مصدومه، ازاي يعمل معايا انا كده؟ او اتنين اصحاب واصحاب مع بعض من صغرهم، وفي الاخر واحد يبيع التاني، يطلع سر من اسراره، ويستغل اي حاجه يعني ضد صاحبه. او اتنين قرايب وبيحكوا لبعض كل حاجه، وواحده تخبي على التانيه ان هي مثلا في علاقه وهتتخطب، وتعرفها قبل الخطوبه باسبوع زيها زي الغريبه. عملتي كده ليه؟ تقولك عشان خاطر الحسد. حسد ايه؟ فيا جماعه، ده يخلينا ان احنا لازم نفكر في نفسنا، ما نجيش على نفسنا ولا نضحي بزياده. ايا كان ايه نوع العلاقه، ندي على قد ما بناخد، مش اكتر من كده.